عارف لما تحس ان حياتك محتاجة تغيير كبير قوي؟ الحقيقة ان التغيير مش دايما محتاج قفزات كبيرة ولا ضخمة ولا خطط درامية جدا. السر في الحاجات الصغيرة اللي بتعملها انت كل يوم واللي بتكون ليها تأثير اكبر مما تتخيل. العلماء بيسموا ده ايه؟ الباترفلاي افكت، اللي هو حركة بسيطة ممكن تعمل تغيير كبير جدا وتغير لك كل حاجة. يعني الحاجات الصغيرة اللي بتكررها يوميا هي اللي بتبني مستقبلك. تخيل كده لو كل يوم شربت كوباية مية بدل الشاي أو الصودا، يمكن في أسبوع واحد مش هتحس أكيد بفرق، لكن بعد شهور من استمرار العادة دي هتلاحظ إن جسمك بقى أفضل، أنشط، بشرتك بقت أصفى وأنقى، طاقتك بقت أعلى بكتير. ده تأثير اسمه التراكم أو الكومباوندنج افكت. يعني الحاجات الصغيرة بتتراكم فوق بعضها، بمرور الوقت بتخلق تغيير ضخم جدا. نفس المبدأ ده بينطبق على القراية برضه. لو انت قريت صفحتين بس كل يوم هتحسها خطوة صغيرة جدا وبسيطة جدا، لكن بعد سنة من الاستمرار على ده هتكون خلصت يمكن 10 كتب ولا اكتر. عقلك هيبقى مليان افكار جديدة. السر مش في الحجم خالص، لكن السر في الاستمرارية. الحياة عبارة عن لعبة تفاصيل. التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة صغيرة جدا، نقطة المية اللي بتشق الصخر باستمراريتها مش بنقطة المية نفسها. حركة صغيرة كل يوم ممكن تبني حاجات عظيمة. احسبها بقى صح وابدأ من النهاردة، لأن النجاح ما بيجيش من مرة واحدة. نفس الحركة الصغيرة بتقدر تهد كبير وبرضه ممكن تبني كتير. اختار انت بقى.